السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبارنا يلا كورة مع محمود. طبعا أنا بصبح على إخواتي اللي برا مصر وجوه مصر. طبعا ونقول الشعار بتاعنا. طبعا تقدروا تحفظوه. اللي يحبنا اشترك عندنا. طبعا احنا معانا النهارده أخبار كتير جدا. أول خبر طبعا معانا عن النادي الأهلي، تجديد الثقة في محمود كهربا عشان الأهلي يعتمد عليه الأيام اللي جاية. انتوا عارفين إن الأهلي عنده ماتش يوم التلات مع استاد أبيجان بطل ساحل العاج. الفرقة دي تقيلة، بكلمكم طبعا الفرقة دي تقيلة وكرة سريعة، بتلعب كرة سريعة. طبعا كولر قعد مع اللعيبة. طبعا احنا قفلنا ماتش الاتحاد خلاص وداخلين على افريقيا. طبعا الاهلي في ميزة، اما يحصل عنده هزيمة او تعادل بيقفل صفحة دي صفحة جديدة. طبعا احنا قفلنا صفحة الاتحاد بمرها بحلاوتها بكل حاجة، دخلنا على ايه؟ الصفحة التانية اللي هو بتاع افريقيا. كل الناس طبعا من الاهلي دعم الاهلي في ماتش افريقيا، ان شاء الله نكسب ان شاء الله يوم الثلاث. تعرفوا ماتش من القاهرة الساعة 6. طبعا الفرقة طبعا متكاملة. عارفين الساحل العاج طبعا هو آخر مرة كان آخر واخد كأس أفريقيا. ساحل العاج عارفين الفرقة طبعا تقيلة. طبعا اللعيبة جاهزة، 25 لاعب لقائمة. عمر كمال عبد الواحد ومروان عطية اللي طبعا ما لعبوش ماتش الاتحاد. عارفين عمر كمال عبد الواحد كان عنده سليبرز، ومروان عطية كان عنده شد خفيف عشان كانوا كولر ما لعبوش. طبعا الاتنين دول مع اللعيبه طبعا اللي موجوده كلها جاهزين، 25 لاعب قائمه كلها جاهزه بخلاف 4 لعيبه: اشرف داري، وسام ابو علي، محمد عبد الله، محمد هاني، كريم فؤاد. طبعا كريم فؤاد ومحمد هاني مسافرين بكره النمسا، يطمئنوا على الاصابه بتاعتهم. طبعا وسام ابو علي لسه الاصابه بتاعته جديده، طبعا لسه العلاج شغال فيها وعلاج مكثف عشان يلحق ماتش يوم 14 في قطر. ان اهم حاجه ماتش قطر بتاع ال 14. كل الناس وكل الاجهزه في الاهلي الطبيه، يعني شغالين على ابو علي يجهزوا الماتش يوم 14 في انتر كونتيننتال الكاس طبعا اللي هيلعب بطل امريكا الجنوبيه. طبعا لسه ما تحددش هتلاعب امتى الفرقه اللي لعبها، بس ايه انا بقول لحضرتك يوم ماتش 14. اما محمد عبد الله بيجري في حوالين الملعب، طبعا ده لعيب صاعد. واشرف داري بيجري طبعا حوالين الملعب، طبعا برنامج تاهيلي لاشرف داري. طبعا لسه اشرف داري لسه ما اتحددش هيلعب امتى، بس طبعا لسه اهو يعني العلاج بتاعه الحمد لله 70% قرب يخف. يعني بالنسبه لاشرف داري يعني 70% حلو، ان طبعا العلاج ماشي معاه كويس بالنسبه لاشرف داري. اما اللهم صل على سيدنا محمد. اما في خبر حلو على علي معلول، ان علي معلول الاسبوع القادم نازل تدريبات الجماعيه. الجماهير طبعا كانت بتتكلم على علي معلول، علي يا علي اتدلع يا علي. طبعا الاسبوع الجاي هينزل التدريبات الجماعيه، ده بالنسبه لعلي معلول. طبعا انتوا عارفين الاهلي، اقول لكم خطوات الاهلي طبعا الايام اللي جايه. الاهلي عنده ماتش طبعا يوم الثلاث في الدوري يوم 1/12، وبعدين هيسافر يوم 4 ديسمبر عشان يلاعب اورلاندو باريس في افريقيا يوم 7/12، وهيجي يريح يومين ويسافر يوم 10 ديسمبر عشان قطر. ده بالنسبه الجدول اللي مقسوم للنادي الاهلي. يعني الاهلي هيلعب يوم الثلاث ويلعب يوم الاحد مع البنك الاهلي، وبعدين هيسافر يوم 4 هيلعب يوم 7 مع اروند بارس في جنوب افريقيا، وبعدين هيجي كمان يومين يوم 10 هيسافر قطر. دي الفترة بتاعة النادي الأهلي اللي هو الجدول اللي ماشي عليه. طبعا كولر ماشي خطوة خطوة. كابتن محمد رمضان قاعد مع اللعيبة عايزين تركز شوية عشان الأهلي داخل على معجنة 3 مطوشة يعتبر مفيش كلام. أفريقيا والبنك، وطبعا الأهلي سافر قطر، مطوشة مفيهاش كلام. كل الدعم للنادي الأهلي مع اللعيبة والفرق. أخبارنا الزمالك، تقرير طبي
بخصوص محمود شيكابالا. شيكابالا عنده كدمه، تقرير الطب اللي مطلعين اللي هو طبعا يعني يعتبر ضحك على الدقون. يقول لك شيكابالا تقرير الطب طالع كدمه في الركبه. هو حد دخل فيه؟ لا، كدمه في الركبه، وكاتبين تاني تمزق في العضله الضامه، ولا حد لمسه اصلا. طبعا هم عايزين يبعدوه عن الملاعب بس بطريقه غير مباشره. قال لك كدمه في الركبه وتمزق في الاربطه عشان خاطر ايه يريح شويه. جوميز طبعا قال لك ايه، شيكابالا استبعاد طبعا عشان الاصابه. لكن كاتب كده في تقرير طبي تمزق في الاربطه وكدمه في العضله، ده اللي هو بخصوص محمود شيكابالا. اما بالنسبه لناصر ماهر، عنده شد في العضله الخلفيه. يبقى ناصر ماهر عشان الناس كانت بتتكلم عن ناصر ماهر الماتش الجاي، طبعا الزمالك عنده بلاك بويز يوم الاربعاء الساعه 9. ناصر ماهر عنده شد في العضله الخلفيه، وان شاء يعني ان شاء الله ناصر ماهر هيلحق المباراه بتاعت يوم الاربعاء. ان شاء الله شد خفيف ويلحق المباراه بتاعت يوم الاربعاء ان شاء الله. بالنسبه لناصر ماهر، اجيريا ولا اجيري، انا مش عارف صراحه اللعيبه دي بيجوها منين. عم جوميز اللاعب ده بقاله سنتين ما بيلعبش كوره. طبعا دي براحتك، انت عايز تجيبه براحتك. بقاله سنتين ما بيلعبش كوره، قال لهم انا عايز اجيري ولا خلاف اجيريا ده عايز يجيبه. عايز يجيبه يعني يجيبه الايام اللي جايه عشان اول يناير يلعب. ده انت عاوز يجيبه 6 شهور ولا سنتين؟ الكلام دلوقتي على 6 شهور. قال لك انا هجيب 6 شهور اجربه، وعمال يصمم انا عايز اللعيب. طبعا مجلس الاداره وافق ان هو ايه، قال لك هكلمه هجيبه، عايز يجيبه الايام دي عشان خاطر اول يناير يخليه يلعب. الزمالك طبعا في جناح يمين، هو جناح افريقي بيلعب في الدوري الدنماركي، جناح يمين. الزمالك مهتم بيه قوي، عايز يجيبه الايام اللي جايه. طبعا جوميز اتكلم مع الاداره، والاداره طبعا حط عينيها عليه، لسه ما خدش قرار ان هو هيجيبوه، بس هو افريقي بيلعب في الدنمارك. اما الناس كلها بتتكلم على بلتاي. بلتاي المفروض الزمالك يعني يفعل بند شراء الايام دي، الايام اللي جايه. طبعا انت عارفين ان محمود بلتاي جاي سنه. اما يعني الزمالك اتكلم معاه عشان خاطر يشتريه اخر الموسم. طبعا الزمالك الخزنه اللي موجوده كلها، كل الفلوس اللي مع الزمالك، كل الاداره مركزه مع زيزو. قال لك ملف بلتاي على جنب، لان احنا مركزين مع زيزو. لسه حضرتك ملف زيزو ما اتحسمش. قال لك نخلص ملف زيزو بعدين نخش عليه محمود بلتاي. اما بالنسبه طبعا لعمر فرج، طبعا عمر فرج جمهور مش معتمد عليه خالص، ولا حد من الاداره مقتنع بيه. الزمالك مش معتمد عليه خالص، ولا جوميز يعني مش مقتنع بيه باين، ولا مش عايز يلعبه. حيث ان هو قال لك اللعيب يعني مش جاد في الملعب، ما بيديش حتى في تدريب. عمر فرج ما بيديش، مع ان عمر فرج دوت اتعرض على الاهلي والاهلي رفض. طبعا الزمالك خده مقلب، صفقه صراحه خساره فيها الفلوس. ده بالنسبه لعمر فرج. طبعا في خناقه في السوشيال ميديا والدنيا كلها مولعه على محمود جهاد لعيب فاركو. الزمالك عايزه والاهلي عايزه وبيراميدز عايزه، بس اول واحد يتكلم مع محمود جهاد من فاركو الزمالك، هو اللي مقدم خطوه. اما اتعرض محمود جهاد على كولر، الاهلي قال لك ايه ماشي هاتوه. اصلا وقت خناقه بيراميدز والزمالك والاهلي عايزين محمود جهاد من فاركو. طبعا انتوا عارفين اللعيب ده حلو، صغير، عنده 23 سنه، قدامه حوالي 7 سنين في الملاعب. في خبر تاني عاوز اقوله لحضراتكم بالنسبه لطارق حامد. طارق حامد في شهر يناير هيبقى فري، ما عندوش اي عروض تاني. طارق حامد عنده 37 سنه وعايز يخلص، يعني يقعد اخر سنه في الزمالك ويعتزل. هو اصلا يعتبر قال لك عايز اخلص مسيرتي في الزمالك، بس لسه ما حدش كلمه، بس هو عايز يرجع الزمالك تاني.
ويا ريت طارق حامد يرجع الزمالك احسن من دوجلا حتى. طبعا انتوا عارفين ان طارق حامد لعيب كبير طبعا، لا خلاف عليه طبعا. ده بالنسبه كانت اخبارنا النهارده على نادي الزمالك، كانت اخبارنا على نادي الاهلي. طبعا كل الدعم للنادي الاهلي ونادي الزمالك وبيراميدز والمصري، كلنا وراهم عشان بيلعبوا باسم مصر. محدش يقول لي بقى ده اهلاوي وزملكاوي وبيراميدز كلهم بيلعبوا باسم مصر. احنا كلنا وراهم عشان خاطر يكسبوا ان شاء الله ويفرحونا كلهم، بالنسبه للاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، كل الدعم ليهم. دي كانت اخبار النهارده مع محمود. واتمنى من اخواتي وحبايبي اللي يتفرج على الفيديو ويشترك في القناه عشان القناه تكبر بيهم، بعد اذن اخواتي وحبايبي اللي بره مصر وجوه مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.